أصل الحكاية في كلمتين وبس. هنقول لكم أصل كلمة شايل طاجن ستك. احنا كنا زمان العيلة بتتلم أو الناس بتقعد في الفاميلي كلها بتجتمع، أو بابا البيت كله بابا مجتمع، والناس عايشة في الست الكبيرة، ست الستات، ستك، بتبقى قاعدة، والبيت بقى والخال والعم والناس كلها موجودة. الست دي بيقعدوا بقى كل يوم أو كل فترة أو كده يتجمعوا ويعملوا أحسن أكل، كل واحدة تعمل. فيجي اللي تعمل الأكل أو يبقى عليها الدور تعمل الطاجن وتعمل الأكل، والطاجن بتاع ستي يتحط فيه الأكل ويطلع لست الستات وست الكل وست الناس تدوق. تقوم تدوق مع العيل اللي هو طالع منها من تحت، تقوم تدوق وتقول ايه ده؟ هو ده أكل؟ ده أنا كنت بعمل أكل أحسن من كده. يقوم العيل اللي هو طلع بدل ما يتبسط يزعل ويحزن، فيبان عليه البؤس والحزن. فمن هنا جه إن اللي يقعد لوحده أو يقعد زعلان أو يقعد شكله بائس يقول لك يا عم هو أنت شايل طاجن ستك، اللي هو المفروض اللي كان الطاجن اللي اتعمل فيه أحلى أكل من الست اللي عملت الأكل. تتوقع إن هي الست الكبيرة تقول حاجة حلوة، بس الست لأ، تقول أنا أكلي أحسن من الأكل ده. فالأطفال تزعل وأي حد طالع يزعل، فيتقال عليه شايل طاجن ستك، دليل على الحزن. اتبسطوا، ولا طاجن ولا بتاع.